اثنين من الإخوان خرجوا من بطن واحد ورضعوا من ثدي واحد، عاشوا سنين، ثم قدر الله على واحد ومات. الناس على القبر يدفنون أخوهم وهو يبكي. هذا قالوا يا فلان ما يبكيك، لا تبكي، الموت حق. قال والله ما أبكي جزعا من الموت، أنا أعرف أني ميت، لكن أنا أبكي لأن أخوي اللي دفناه الآن اللي في الحفرة هذه اللي أنا وياه 20 سنة ما نسلم على بعض، بينهم يا إخواني قطيعة رحم. فأقول لكل إنسان قاطع رحم. الآن لو يبكي هذا الإنسان دم عشان ترجع المودة والمحبة بينه وبين أخوه، والله ما يرجع من القبر. فاغتنم عمرك يا أخي الغالي. إخوانك تكفون يا إخوان، يا بني العم، يا القرابات، يا رجال، يا مسلمين، الجنة غالية. احنا بنعيش في هذه الحياة مرحلة وسوف تنقضي. لا تقول فلان ما عزمني، ما زوجني، ما أعطاني، ما أخذ مني. أنت كل هذا الكلام هو الذي يسبب أمراض القلوب، قسوة القلوب. تصافوا وتحابوا واطيعوا الله جل وعلا. أقسم بالله أنك سوف تعيش في هذه الحياة منعم. واعلم أخي الغالي أن نهايتي